في كل ما يتعلق بموضوع التحرش الجنسي والاعتداء الجنسي اليوم في حلقتنا، المرأة في مجتمعنا قوية وبتقدر تدافع عن نفسها، شو هي أساليب وطرق ردع المعتدي؟ علامة استفهام. إذا بنحكي على اعتداءات جنسية بنحكي على محاولة اغتصاب، بنحكي على اغتصاب، بنحكي على اغتصاب جماعي واغتصاب داخل العيلة. واغتصاب داخل العيلة عمليا أو اغتصاب من شخص اللي هو معروف للضحية هي أكثر أنواع الاعتداءات اللي هي بتميز عملنا أو اللي هي موجودة منتشرة بشكل عام. يعني لما واحد بيجي يتحرش جنسيا، إذا كان في طريق الإطراء، طيب نفرض إطراء ولا رفض حتى إطراء مقبول، لنفرض إطراء مقبول، موضوع جدا صعب جدا تحديد ما هو الإطراء المقبول وغير المقبول. بس أنا حسب رد الفعل الأولي من أول مرة يحدد فيما بعد نوعية جوهر الإطراءات والعلاقة بين الاثنين. كثير مهم اللي هيك مهم يمكن انه يكون في حدود بشكل واضح. انه النساء بكثير مواقف بعرف انه بحس انه متضايقات بس بيحكوش ولا شيء. طيب هون احد المشاكل اليوم نوعيه العلاقه اللي هي بتسبب كل المشاكل. يعني نوعيه العلاقه بين نقول هيك رئيس ومرؤوس، يعني بين مدير وانا اشتغل عنده اقتصاديا، ارتباط اقتصادي وارتباط اجتماعي.